هذا أخطر رجل مر على تركيا على الإطلاق، فشاهد ماذا فعل وكيف كانت نهايته. لمن لا يعرف اسم هذا الشخص، هو مصطفى كمال أتاتورك. أولا، هذا كان له دور كبير في سقوط الخلافة العثمانية، ثم قام بتأسيس جمهورية تركيا، ثم ألغى الشريعة الإسلامية ومنع الأذان في المساجد، ومنع تعلم اللغة العربية في المدارس، وحظر الحجاب، ومنع الأتراك من أداء الحج والعمرة، وجعل الميراث بالتساوي بين الرجل والمرأة، يعني مخالفة صريحة للقرآن الكريم. وقال: نحن الآن في القرن العشرين وفي عصر الصناعة، ولا نستطيع السير وراء كتاب يبحث عن التين والزيتون، يقصد القرآن الكريم. ونهاية هذا الطاغية هي عبرة لكل إنسان تسول له نفسه محارب الدين الله، حيث بلاه الله بالنمل الأحمر الذي لا يرى بالعين المجردة، والذي كان يسبب له حكة شديدة والعياذ بالله، وبقي على سرير الموت 2 سنين وهو يعافر في هذا المرض حتى توفاه الله. وقيل إنه بعد 2 عام اكتشفوا دواء للنمل الأحمر. هل تعرف ما هو هذا الدواء؟ إنه دواء مستخرج من لحاء شجرة التين المباركة. سبحان الذي يمهل ولا يهمل.